مش لازم تخش تمارين الصدر كلها مره واحده. علشان كده لما بتيجي تلعب لاتس بتكسر الطريقه بتاعتك، ما تقولش هو تمرين وحش، يعني ان انت اللي وحش. الله، وحشني 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 وحشني. انا عارف ان انت نسيتني بس انا ما نسيتكش. المهم النهارده عندنا تمرين بوش، انا غيرت الجدول. كذا حد طلب مني تمرين بوش، فقلت بدل ما اصور تمرين لا انا هغير الجدول ونلعب مع بعض بقى. هحاول على مدار الفيديو اعلمك ازاي تعمل نظام بوش بول ليج لنفسك، وهنتكلم عن مميزات وعيوب النظام برضو وبس. انا اول تمرين عندي هيكون على السميث انكلاين. بس هنسخن لنا مجموعتين وبعدها نخش على مجموعة الشغل الحقيقية. خليك معايا. اول مجموعة تسخين، او طيب اول حاجة نتكلم على ايه نظام البوش بول ليج اصلا. اللي مش عارفه، يعني بوش يعني دفع. انت بتلعب كل العضلات اللي بتعمل دفع، زي الصدر والتراي والكتف الامامي والجانبي. وتاني يوم بتلعب بول، اللي هو السحب، عضلات السحب كلها، الظهر بقى والبايسبس والكتف الخلفي والترباس برضه. وبعدها الرجل. تمام. بعدها انت ممكن تاخد يوم راحه وتكرر. مناسب لمين؟ مناسب لحد بيلعب 3 ايام مثلا، هو مناسب لاي حد عامه بس لو انت شخص بقى عنده 3 ايام بس، فالبوش بول ليج هيكون خيار مناسب ليك انت. من مميزات الجدول ده برضو ان هو مثلا ما بيخليكش تزهق قوي، لان انت بيكون عندك في يومين بوش لو انت هتلعب 5 ايام او 6 ايام يعني. فبيكون عندك فرصة أكبر إنك تغير الأشكال بتاعة التمرين. ممكن المرة دي ألعب انكلاين على السميث، المرة الجاية مثلا ممكن ألعبها على الماشين، أو ألعبها بالدمبل. فهو ما بيخليكش تزهق قوي يعني. طيب أنا ليه بقى غيرت النظام؟ هل هو علشان هو أحسن نظام أو حاجة؟ لأ، هي الفكرة إن زي ما قلت لك قبل كده، موضوع السبليت أو التقسيمة عامة ما هي إلا أداة بتوزع عليها الفوليوم بتاعك. يعني أنت بتحدد الفوليوم، تمام، وبتوزعه على السبليت بتاعتك ايا كان بقى، ابر لور بوش بول ليج ارنولد سبليت، مش هتفرق صدقني يعني. فانا بحب البوش بول ليج عامه. انا اتمرنت بوش بول ليج اكتر من سنه ونص، وشفت عليه تطور كبير، وبس غيرته علشان بس كنت زهقان، ودلوقتي ارجع له تاني عشانكم طبعا. هل هو مناسب للمبتدئين؟ اه، اي سبليت، اي حد مبتدئ ينفع يلعبها عادي. مفيش سبليت للمبتدئ وسبليت مثلا للمتقدم. هو هي الفكره في الفوليوم وعدد المجاميع والاكسرسايز سelection. يعني التمارين اللي انت هتلعبها كل واحد بيركز على حاجات معينه، بس السبليت نفسها يعني كمسمى تنفع لاي حد. لو انت بتلعب 3 ايام هتناسبك، لو انت بتلعب 4 ايام برضه هتناسبك. انت ممكن تلعب بوش بول ليج ابر او فول بادي او ايا كان، او بوش بول ليج بوش مثلا انت حر، او بوش بول ليج ارنولد اللي هو شيست وباك. ممكن لو 5 ايام برضه ممكن تخليها بوش بول ليج ابر لور، بوش بول ليج بوش بول، تمام، بوش بول ليج شيست وباك ويوم كامل للدراع. تمام. ممكن بوش بول ليج انتيريور بوستيريور بما انه عامل ضجه جامده يعني الفتره الاخيره. فزي ما قلت لك، هو انت بتصيغ السبليت يعني على اللي يناسبك انت، فبراحتك وجرب. يعني ما تاخدش راي حد وما تستناش تاخد راي حد. المهم انا بتكلم كتير قوي النهارده. عايزين نخش بقى اول مجموعه. حاجه تانية برضو عايز اقولها لك، في نظام البوش بول ليج عامه مش شرط تبدا السايكل بتاعتك بالبوش. عادي ممكن تبدأ بالرجل، حسب اللي انت عايزه، حسب نوع الضعف. تمام. ومش شرط برضو تخلصها على مدار الاسبوع، يعني عادي ممكن تقعد معاك 8 ايام 9 ايام عادي، يعني هو مش قرآن. تمام. اعمل اللي انت عايزه، بس كده. نخش بقى المجموعة بقى. أجهزة بناتها تقيلة أوي فعلا. يعني ال20 هنا فيها بركة أوي، تحس إن هي 50 مثلا. الواحد بيجيب 5 عدات بالعافية. يلا الحمد لله. بالنسبة للانتقادات اللي بتتوجه دايما لنظام البوش بول ليج، ان هو بيقول لك هو مثلا نظام بيظلم العضلات الصغيره مثلا زي الباي والتراي والسواعد والاكتاف وكده يعني. بس حتى دي ليها حل. انا قلت لك هو مش قران، مش شرط تبدا التمرين بوش، مش شرط برضه انك تبدا التمرين بالصدر عادي. انت ممكن لو الكتف عندك ضعيف فانت ممكن تبدا بالكتف. يعني مثلا النهارده عندي بوش، اول تمرين بوش في الاسبوع، ممكن ابدا النهارده صدر. التمرين الجايه عادي ممكن ابدا بالكتف طالما هو عضله ضعيفه. زي ما قلت لك، هو مفيش نظام كويس ومفيش نظام وحش.
هي الفكره في طريقه تطبيقك انت للنظام. انت اللي بايدك تخليه حلو وبايدك تخليه وحش. بس انا بلعب بوش بول ليج. انت مش شرط تقلدني على فكره يعني، ومش شرط تلعب نفس التمرين اللي انا بلعبه. انا مثلا عندي نقط ضعف، وليكن عندي الصدر العالي ضعيف، فانا دايما هبدا بالصدر العالي. انت راجل يا عم مثلا عندك الصدر العالي كويس، تمام. ف وعندك مثلا عضلات دراعك ضعيفه، فما تجيش يوم البوش تبدا صدر برضه، تبدا دراع يا عم عادي. ايه المشكله يعني؟ طب ما تظلم صدرك بقى مره، طالما انت زعلان ان النظام بيظلم العضلات الصغيره، لا طب ما تظلم العضلات الكبيره مره. فاهمني؟ انا لعبت هنا مجموعه، هلعب مجموعه كمان. مش هزود الوزن غالبا يعني ده اخر النهارده يعني. لو دي ما كانتش شكل اخر عده انت بتلعبها، فانت صدقني انت بعيد قوي عن الفشل العضلي. حاول توصل للفشل العضلي دايما، او على الاقل تقرب له بعده او عدتين مثلا. بس انت برضه مش هتعرف انت قريب منه او بعيد غير لما توصل له. فاوصل للفشل العضلي. تمام. بعد ما توصل له بقى ان شاء الله مع الوقت هيبقى عندك مهاره ان انت تعرف انت فين من الفشل العضلي. عندنا تاني تمرين هيكون على الفراشه. فاشوفكم هناك يلا. يا جماعه انا مش عايز حد يستهتر بالوزن. الجهاز ده تقيل قوي، يعني لو انت جربته هتعرف. يلا. اه فيلير. كنت منزل اسك من يومين كده. حد قال لي هو انت ايه الهدف بتاعك من الفيديوهات؟ بص انا ماليش هدف معين يعني عادي. انا بالنسبه لي حته ان انا اطلع واتكلم دي حتى لو لنفسي فهي حلو. إيه لو متابعيني خمسة ستة بس وبيستفادوا فانا تمام. وحتى لو مش متابعين حد، وحتى لو الفيديو يا عم هيجيب صفر فيو، انا هنزله برضه. يعني كفايه امي وابويا بيشوفوه، وده بالنسبه لي كافي قوي يعني. سهل قوي انك تجيب مشاهدات. لو انت طلعت هزأت نفسك شويه وبتاع، هتجيب مشاهدات تمام. بس انا مش حابب اوصل للناس بكده، انا حابب اوصل للناس بكده. فاهمني؟ فلو انت طلعت هزأت نفسك او هاجمت حد، سهل تجيب مشاهدات، بس انت هتجذب ليك ناس زيك، مش هتجذب حد عدل يعني. ف حاول انك تقدم فاليو، حاول انك تقدم قيمه يعني. حتى لو مش هتجيب مشاهدات عادي. زي ما قلت لك انا بالنسبه لي خمسه سته حلوين زي الفل. مش عارف ليه الناس دايما برضو بتهاجم تمارين الفراشه عامه. زي ما قلت لك قبل كده الناس بتسيب الاساسيات تروح تمسك في حاجات ملهاش لازمه. فاهمني يا باشا؟ ده تمرين بيأدي وظيفه الصدر، فخلاص يبقى هو تمرين كويس. انت مش عايز تلعبه يا عم انت حر، ما تلعبوش، بس ما تقولش هو تمرين وحش، يعني ان انت اللي وحش. انا العب هنا مجموعه كمان. مش عارف رينج العدات تقريبا من 6 ل 8، مش عارف انا بجيب كام بصراحه. ان هو يا اما تصور يا اما تتمرن. انا اليوم اللي بصور فيه ما بعرفش اتمرن فيه، بس قشطه يعني. فداك يا عم. آه 5 عدات. تمرين اديها 8 من 10 بصراحه يعني. الواحد ما يتخلص النهارده بس عادي. عادي. عادي متقعدش في فخ المثاليه. انا كده انا خلصت. ممكن اخش دور كمان صدر. ممكن العبه ديكلاين بقى او دمبل، لسه هنشوف. بس انا هروح العب تمرين كتف اول، علشان برضه حته نقطه الضعف. زي ما قلت لك مش لازم تخش تمارين الصدر كلها مره واحده. مش لازم اصلا تبدا بالصدر عادي. لو كتف عندك عضله ضعيفه ابدا بقى في الاول عادي. كتف ربع الكبل. مش عارف دي بتاعت مين، بس طالما لقيتها يبقى بتاعت عادي يعني.
في التمرين ده حاول انك تخلي مستوى الكيبل مش تحت ومش فوق قوي برضه. تمام، يعني خليه بين الركبه والحوض بتاعك. لو تعرف السبب سيب لي تحت في الكومنت. لا انتقل شويه، خفيف برضه. اه والله ما اعرف جبت كام. زي ما قلت لك قبل كده، لو انت بتلعب تمرين سنجل حاول انك تاخد راحه 15 او 20 ثانيه بين كل دراع ودراع عشان ما تظلمش الدراع التاني يعني. اه في حد ساب لي سؤال برضو على الاصل، بيقول لي انا بلعب تقريبا 8 مجاميع للصدر وبتطور، هل محتاج ان انا ازودهم او لا؟ لا، طالما انت بتلعب 8 مجاميع وبتتطور فانت مش محتاج تزود، وبرضه مش محتاج اذن. بطل تستنى تاخد اذن حد علشان تعمل حاجه. انت بتلعب 8 مجاميع بتتطور، قشطه يا عم كمل. ليه تسالني؟ انا لو قلت لك لا ممكن تزود، فنصيحتي تيجي معاك بالسالب. ما تستناش تاخد اذن حد علشان تعمل اي حاجه ايا كانت. في الجيم مفيش قاعده، انت بتجرب وتشوف. جرب على نفسك علشان تفهم نفسك. فبطل انك تستنى تاخد اذن حد، اعمل اللي انت عايزه. يلا خش المجموعه التانيه. الجيم بدأ يتملي ناس وبدأت اتخنق، وانا اصلا بتعصب بسرعه، فعايزين نخلص التمرين بدري ونمشي. الكتف الجانبي هو يعتبر العضله الوحيده اللي مظلومه في كتفك، وهي اهم عضله، العضله الوحيده اللي بتخليك شكلك حلو من على الهدوم، بتديك شكل الفي احنا كلنا عايزينه يعني. المهم انا خلصت هنا، هنخش بعدها تمرين التراي. وفي سؤال برضه بالنسبه للتراي، سؤال جامد قوي يعني. بصراحه اللي بيسأل السؤال ده راجل فنان، وانا عشان فنان عنك هجاوبك. التمرين ده انا بحب العبه على الجهاز، بس انت هتقول لي الجهاز مش عندي. يا عم العبه حبل، يلا العبه حبل عشان خاطر. مش عارف الوزن هنا بتاعي كام، 260. نجرب. المهم اه حد كان بيسأل يعني ليه لما بيلعب لاتس بيحس بالتراي بتاعه. زي ما قلت لك قبل كده، التراي ثلاث رؤوس، تمام؟ ميديال ولاترال ولونج هيد. الثلاثه كلهم بيشتركوا في وظيفه واحده بس، وهي الالبو اكستنشن. حلو. لما بتيجي تفرد كوعك فيهم عضله بقى وهي اللونج هيد. قلت لك قبل كده برضو ان هي عضله باي ارتكلر ماسل، يعني ثنائيه التمفصل. يعني هي بتعدي على مفصل الكوع ومفصل الكتف. بتعمل ايه على مفصل الكوع؟ بتعمل البو اكستنشن زي الرؤوس الباقيه، تمام؟ لكن بتعمل ايه على الشولدر؟ بتعمل شولدر اكستنشن وشولدر ادكشن. ودي وظائف ايه بقى؟ وظائف اللاتس. علشان كده لما بتيجي تلعب لاتس بتحس بالطريقه بتاعتك شويه. اللونج هيد. سؤال كويس واجابه كويسه مني برضه. يلا اللي بعد كده هيكون الهاي ترو الصدر. برضه انا بحب العبه على الجهاز، بس انت تفضل تقول لي الجهاز مش عندي، فانا العبه هنا يا عم عشانك برضه. انا بضحي كتير علشانك على فكره. يلا.
المهم عايز اقول لك ان انا لعبت هنا مجموعه واحده بس، وكده خلصت الصدر عامه. تلعب كام مجموعه للصدر؟ انا نفسي بلعب 10. هل انت لازم تلعب 10؟ لا، ممكن تلعب 8، ممكن تلعب 12، ممكن تلعب 15، ممكن تلعب 20. انت حر، شوف انت بتتطور على كام مجموعه والعب. وبرضه عايز اقول لك على حاجه، يعني كل ما مستواك يتقدم في التمرين كل ما عدد مجاميعك هيقل. ليه بقى؟ علشان جوده مجاميعك بتزيد. يعني انا دلوقتي بلعب التمرين الفشل العضلي، انا بلعب مجموعه مجموعه، فاكيد مش هقدر العب 20 مجموعه. لو جالي حد مبتدئ ممكن احط له عدد مجاميع كبير شويه، علشان هو اصلا ما بيوصلش لفشل العضلي، هو ما عندوش المهاره الكافيه يعني. آه العضلات اول ولا الاجهزه؟ كده العضلات. الفوليوم اول ولا السبليت؟ الفوليوم. انا مثلا بلعب ليه بوش بول ليج او ارنولد سبليت او ابر لور، مش هتفرق طالما الفوليوم في النهايه واحد. زي ما قلت لك، التقسيمه هي حاجه او اداه بتوزع بيها الفوليوم بتاعك. يعني انا في البدايه خالص بحدد الفوليوم اللي انا هلعبه، مثلا 10 مجاميع للصدر، مثلا 15 مجموعه للظهر. بكتب التمارين او عدد المجاميع اللي انا هلعبها، بعدها بشوف انا فاضي كام يوم في الاسبوع او اقدر العب كام يوم مثلا، واختار السبليت المناسبه ليا، وبعدها اوزع الفوليوم بس. لكن هل هي علشان هي احسن سبليت؟ لا، مفيش الكلام ده. انت بتختار السبليت اللي انت حاببها بس، بناء على رغبتك انت وبناء على عدد الايام اللي انت فاضي تلعبها بس. الحمد لله خلصت التمرين. وفي حاجه في بالي عايز اقولها لك، حاجه اتعلمتها مؤخرا يعني وفرقت معايا بجد، وهي حاول انك تكون ممتن واحمد ربنا على كل حاجه وابسط حاجه. حاول انك تستمتع بابسط حاجه. يعني انا دلوقتي مثلا خلصت تمرين، الحمد لله شكلي حلو، في بامب تمام، تمرينه حلوه، تمرينه كويسه، صحيت الصبح، شربت القهوه، خدت الفطار، جيت الجيم، ودلوقتي اروح على الشغل. فدي حاجات بسيطه بس يعني حاول انك تستمتع بيها، علشان لما يحصل لك حاجه كبيره تقدر تستمتع بيها. تمام. وزي ما قال لك احمد ابو زيد قبل كده، لو مش بتعرف تستمتع بكوبايه القهوه فغالبا مش هتعرف تستمتع لو عندك يخت. فما تعلقش سعادتك بالحاجات الكبيره قوي. إيه، حاول تستمتع باقل حاجه، علشان لما تحصل لك حاجه كبيره في المستقبل ان شاء الله تقدر تستمتع بيها كويس. انا كده خلصت اول تمرينه في الجدول، تمرينه البوش. لعبت 3 اشكال صدر، 5 مجاميع، ولعبت شكل واحد تراي وشكل واحد كتف. التمرينه الجايه هتكون بول. تمام. تمرينة البوش الجاية بقى ممكن ان احنا مثلا يبقى في 2 تراي و2 كتف و2 صدر. فبس هي دي التوزيعة المناسبة ليا. انت حابب تلعب عليها ماشي، مش حابب عادي، قسمها زي ما انت عايز. طيب ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو والفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك، وسيب الكومنت تحت تسأل اي سؤال، واشترك في القناة. بس استنانا بكرة ان شاء الله، يعني بكرة عندنا تمرين بول جامدة قوي. يلا سلام.